آلاف الوظائف متاحة في أمريكا برواتب من $17 ل $25 في الساعة الواحدة وأكتر كمان. كتير من المهاجرين الجدد أو حتى الناس اللي موجودة في أمريكا بقالها فترة بسيطة ما تعرفش عنها أي حاجة. ففي الفيديو ده النهاردة أنا جاي أكشف لك عن تفاصيل 5 شغلانات تانية مش محتاجين شهادة جامعية وممكن ما تكونش سمعت عنهم قبل كده. الشغلانات دي هتساعدك إن أنت تبني كارير في أمريكا تقدر توصل بيه لمناصب أعلى وبالتالي دخل أعلى، وكل ده في كام سنة. ودي مش مجرد بس معلومات جاي أقولها لك كده والسلام، لا دي خلاصة بحث وتجارب وأسرار ناس كتير ما تعرفهاش عن سوق العمل في أمريكا، وبالذات آخر شغلانة هقولها لك في الفيديو النهاردة، لأن دي الشغلانة اللي أنا حكيتها لكم عليها في فيديو قبل كده إن في حد كلمني وقال لي لو سمحت ما تكلمش على الشغلانة دي، والشغلانة دي أنا اشتغلتها بنفسي في واحدة من أكبر الشركات في أمريكا في المجال ده، فأنا عارف كويس قوي أنا بقول لكم إيه. فالحلقة دي هتبقى الجزء الثاني من سلسلة الشغل في أمريكا اللي عرضنا منه حلقة المرة اللي فاتت، ولو ما شفتهاش الفيديو أهو، وكمان هسيبها لك في الديسكريبشن لو تحب تتفرج عليه. ولو اول مره تشوفني، انا فادي يوسف، عايش في امريكا بقالي 12 سنه وعندي محتوى بحاول فيه ان انا اساعد الناس اللي مهتميه بالحياه والعيشه في امريكا، او حتى حد عنده الفضول ان هو يعرف الحياه في امريكا ماشيه ازاي. فالقناه دي اتعملت عشانك انت، فتابعني عشان كل اللي جاي هيكون مفيد جدا لو عايز تعيش حياه افضل في امريكا. ومن غير مقدمات خلينا نبتدي باول شغلانه النهارده. الوظيفه الاولى معانا النهارده هي البنك تيلر او الصراف بتاع البنك. عندنا في مصر لازم تشتغل بتجارة أو تجارة إنجليش طبعا يفضل عشان تعرف تشتغل الشغلانة دي في بنك محترم. لكن الموضوع في أمريكا مختلف تماما، لأن الثانوية العامة في أمريكا ممكن تبقى كافية قوي ليك إن أنت تبتدي تشتغل في شغلانة زي كده. تخيل معايا كده أنت واحد شغال في بنك، مكتب مكيف شيك، بتشتغل عدد ساعات ثابتة جوه مؤسسة محترمة زي بنك. طب إيه طبيعة الشغلانة؟ ببساطة أنت الواجهة بتاعة البنك. شغلك هو مساعدة العملاء في معاملاتهم اليومية، إيداع أو سحب، صرف شيكات، تحويلات، ترد على استفساراتهم مثلا بخصوص الحسابات بتاعتهم، ممكن تساعدهم يفتحوا حسابات جديدة أو تعرفهم على بعض المنتجات أو الحاجات اللي البنك بيقدمها زي القروض مثلا أو الكريدت كاردز. فهي شغلانة محتاجة دقة وأمانة ومهارات كتيرة في التواصل مع العملاء، لأن كل التعاملات ما بينك وما بينهم هي فلوس. المرتبات بقى بتختلف على حسب الولاية وعلى حسب البنك، لكن بشكل عام متوسط المرتبات تقريبا بيكون في حوالي $36,000 في السنة، ومع الخبرة بقى اللي انت بتوصلها مع الوقت ممكن توصل ل $48,000 في السنة. فيعني انت بتتكلم من $17 ل 21 $22 في الساعة. ده ممكن تبقى بداية ممتازة ومستقرة لحد لسه جاي أمريكا. غير بقى المرتب انت عندك باكج حلو كده بتاخده معاه، اللي هي ايه بقى؟ ما بين بقى اجازات مدفوعة اللي هي البي تي او او الهوليدايز اللي هي الاعياد الرسمية، كل ده مدفوع. بيدوا لك هيلث انشورنس، بيدوا لك 401k اللي هي بتاعه المعاش، يعني حاجات كتير كل ده. وطبعا بما انك ان انت واحد لسه جاي جديد، انت عايز تتاكد تماما ان كل التزاماتك الشهريه هتبقى متوفره. انت كل شهر عندك ايجار، عندك كهرباء، عندك تامين لازم تدفعه لعربيتك، عندك اكل وشرب، فلوس ثابته بتدفعها كل شهر ما بتقلش لكن ممكن تزيد. فانت في شهورك الاولى في امريكا بتبقى محتاج قوي ان انت يبقى عندك دخل ثابت يغطي كل الحاجات دي، لغايه بقى ما تكتشف البلد وتكتشف نفسك اكتر وتعرف ايه اللي انت ممكن تعمله وتطور مهاراتك ازاي وكل الكلام ده. وبعد كده بقى ايه؟ تنطلق تروح بقى شركات تانية، تفتح بيزنس لوحدك. طب ايه المطلوب عشان اشتغل شغلانه زي كده؟ اول حاجه هي مش محتاجه شهاده جامعيه. اغلب البنوك بتطلب الهاي سكول دبلومه او الشهاده بتاعت الثانويه العامه، بس الاهم من الورق هو المهارات اللي عندك، وان انت تقنع الراجل اللي انت بتعمل معاه انترفيو ان انت قادر ان انت تعمل حاجه زي كده. لكن برضو في المناصب الاعلى شويه هتلاقي في بنوك بتطلب لا انا عايزه بكالوريوس من امريكا او حد يكون عامل حاجه شبه المعادله او كده. لكن بما ان الجامعات غاليه والحاجات دي، فهم عارفين كويس قوي ان مش كل الناس تقدر ان هي يبقى معاها شهاده عاليه، وفي نفس الوقت عندهم احتياج ان في ناس تشتغل الشغلانات دي. ومن ضمن المزايا في الشغلانه دي ان انت عندك البنوك موجوده في كل حته، فغير ان البنوك كتير لا الافرع كمان بتاعتها كتير، فانت في كل شارع هتلاقي فيه فرع لبنك، وده اللي بيخلي البنوك مش زحمه. يعني انت عمرك ما هتلاقي بنك زحمه الا لو في مدينه كبيره او حاجه، لكن معظم البنوك بتبقى هاديه، وبالذات بتوع الكريدت يونيون دول. انت لو مش في مركز رئيسي وفرع بعيد شويه ممكن يخش لك في اليوم مثلا 10 عملاء بالكتير ولا حاجه، وده اللي انا بشوفه بعيني. طب ازاي بقى الاقي الشغلانه دي؟ الموضوع سهل جدا. كل اللي انت محتاجه ان انت هتخش على اي موقع من مواقع التوظيف زي مثلا انديد، كارير بيلدر، لينكد ان، ودور على كلمه بانك تيلر في المكان اللي انت عايش فيه، او خش على المواقع بتاعه البنك نفسه زي ما قلت لك في بنوك كتيره جدا، ودور على كلمه كارير، في الغالب بتلاقيها في اخر صفحه تحت خالص، وخش ودور على الشغلانات دي وابتدي قدم وتعلم ازاي ان انت تعمل انترفيو كويس، وهتعرف بقى من كل بنك ايه المتطلبات بتاعته، ده بيقدم كام وده بيقدم كام. فالموضوع مش معقد زي ما انت متخيل. وانا اعرف ناس كتير ابتدت بس بالشغلانه البسيطه دي، لكن بعد ما كبروا واتطوروا واخدوا خبره بقى مديرين فروع دلوقتي لبنوك كبيره معروفه في امريكا. فدي اول شغلانه عجبتك خش ودور عليها، ما عجبتكش استنى لسه هنتكلم في شغلانه تانية.
الوظيفة التانية اللي معايا النهاردة هي الانشورنس كليم ادجستر. الانشورنس كليم ادجستر هو الخبير بتاع تسوية المطالبات التأمينية، يعني لو حد عنده تعويض هو اللي بيسوي الكلام ده. الوظيفة دي برضو من الحاجات اللي مستخبية اللي محدش بيتكلم عليها خالص، لكن انا عشان كنت بشتغل في التأمين بقالي 17 سنة فانا عارفها كويس قوي واخدت اللايسنس بتاعتها. فلو حد عنده بقى حادثة عربية او ضرر حصل لبيته، شجرة وقعت عليه او حاجة حصلت، ولو حد عنده مصنع او عنده حاجة برضو في ادجستر للحاجات الكوميرشال، فالشخص ده هو اللي بيخش جوه البوليصة وبيخش جوه تفاصيل التعويض والضرر واللي حصل والتقرير بتاع البوليس وكل الكلام ده، عشان يعرف هل احنا كشركة تأمين هندفع التعويض ولا لا، ولو هندفع كام. فهي شغلانه مهمه جدا جدا جدا، لان في امريكا انت كل حاجه مأمن عليها، بيتك، عربيتك، حتى نفسك، صحتك او تأمين على الحياه، كل حاجه بالتأمين. فانت راجل مثلا ممكن تبقى متخصص في العربيات، انا بفهم قوي في العربيات واتدربت كويس جدا ان انا اعرف مين المتسبب في الحادثه دي، تكاليف التصليح بكام، وهل دي حادثه قديمه والعميل بيشتغلنا ولا دي حادثه جديده لسه حاصله. انت بتبقى متدرب على كل الكلام ده. ممكن تبقى فيلد ادجستر، تروح عند مكان الحادثه او تروح في المكان بتاع التصليح، لما بيجوا يقطروا العربيه بعد ما تعمل حادثه بيودوها عند مكان تصليح معين، وتبتدي تكشف على العربيه كويس قوي وتكتب التقرير بتاعك وتاخد صور وتبعت كل الكلام ده لادجستر تاني موجود جوه الشركه، اللي هي برضو انت ممكن تبقى شغالها، برضو بيقعد يحلل ويشوف التكلفه هتكلف كام عشان في الاخر يصرفوا له الشيك بتاع التعويض. ودخلها حلو لان انت برضو بتتكلم مثلا في 50,000 60,000 على حسب برضو الشركه اللي بتتعامل معاها وعلى حسب خبرتك. ولما تاخد خبره حلوه طبعا بتوصل لاعلى من كده بكتير، وممكن بعد كده تبقى تيم ليدر ولا سوبرفايزر على كليم ادجسترز تانيين. فكل ده بيعلي مسؤولياتك وبالتالي بتاخد فلوس اكتر. لكن لو عايز تكسب اكتر بقى من 60,000 والكلام ده وتوصل ل 100,000 ويمكن اكتر بنفس الشغلانه دي، في حاجه اسمها كات كليم ادجستر او الكاتستروفيك ادجستر. ده راجل التعويضات الخاص بالكوارث الطبيعيه. طبعا انتوا عارفين امريكا مليانه كوارث طبيعيه، ما بين هوريكينز في فلوريدا والوايلد فاير في كاليفورنيا، الفلاد اللي بيحصل في كل حته، لما تلاقي مناسيب الميه عليت جدا وبتغطي البيوت وممكن تلاقي بتجر بيوت كده قدامها وبتدمر كل حاجه. الشغلانه دي بقى انا درستها وسافرت جورجيا، اخدت فيها كورسات وامتحنت واخدت لايسنس عشان اقدر اشتغل ككليم ادجستر في الوقت بتاع الكوارث الطبيعيه دي. طب ليه هي مطلوبه بدفعوا فيها فلوس كتير؟ لان يوم ما بيحصل كارثه انت بتتكلم على شوارع ومدن بتتدمر بالكامل، بيوت وعربيات وبزنس وكل حاجه، كل حاجه بتروح. فشركه التامين دي اللي لوحدها بالستاف بتاعها تقدر تعمل كفر لكل الكلام ده؟ مفيش. فبيحتاجوا يستعينوا بفرق تانية بقى تيجي متخصصة ان هي تتعامل مع الموضوع ده في اثناء الكوارث، اكنه بيجيب مساعدة كده من بره، ناس تانية متدربة وعارفة تعمل وتخلص اجراءات الكليمز في اقل وقت عشان الناس تقدر تاخد فلوس. ففي شركات متخصصة ان هي بتعين بس الكليم ادجسترز بتوع الكات دول. انا اعرف ناس زملاء ليا كانوا بياخدوا $1,000 في اليوم الواحد، وبيفضل قاعد في المكان ده ممكن شهرين او 3. يعني هو مش بروح بيته، لا، انت هو بياخدك ويوديك ولاية تانية. ممكن حصلت حاجة في تكساس، يلا بينا على تكساس نروح نشتغل، ممكن نقعد بالشهرين والتلاتة، لان انت كل البيوت بقولك الشوارع كلها ضاعت خلاص، الناس الدنيا ضاعت، بيستنوا بقى المية تنزل وبعد كده يمسكوا بيت وعربية عربية ويشوفوا كل الكلام ده. فانت كل بيت ممكن تاخد لك فيه مثلا من 200 او $250. لو عملت 5 بيوت او 5 كليمز هتعمل لك $1,000 مستريح في اليوم. ففي ناس مثلا بتشتغل 5-6 شهور في السنة وباقي السنه مأجز ما يعملش حاجه، خلاص هو عمل الدخل اللي يكفيه واكتر. يا اما بقى بيقعد في البيت ما بيشتغلش ومبسوط وبيتمزج، يا اما بيشتغل حاجه تانية جنبها لغايه ما يكلموه تاني ويقولوا له الحق في كارثه. طبعا انا بعد ما مشيت في المشوار ده كله ما ينفعش ان انا اشتغلها فعليا، لان انا عندي اسره، يعني مش هينفع ان انا اغيب عنهم شهرين و3. مش هي دي الحياه اللي انا حاببها حتى لو فلوس اكتر. اكيد الاسره اهم، ده بالنسبه لي. لكن لو انت واحد عايز مثلا وما عندكش اسره وتقدر تتنطط من هنا لهنا لهنا هتعمل فلوس، يعني ربنا يزيدك. وحتى لو انت عندك اسره وانت ومراتك متفاهمين يعني على الموضوع وشايفين ان ده ممكن يكون اولويه، خلاص مفيش مشكله، ممكن تعملها وجربها. ده في حاله الكوارث. لكن انت لو عايز تشتغل ادجستر بقى في البيت وتروح بيتك بعد الساعه 5، تمام، دي موجوده زي ما اتكلمنا في الاول. عجبك الشغلانه دي؟ خش برضو ودور ايه المتطلبات اللي موجوده في الولايه اللي انت هتعيش فيها. مش حاسسها قوي يعني؟ لا، لسه في شغلانات تانية هقول لك عليها. الوظيفه اللي بعد كده اسمها skilled construction worker او عامل بناء ماهر، دي الترجمه بتاعتها يعني. فلو انت مش بتاع مكاتب وقاعده وبتحب الشغل اللي فيه حركه ومجهود وفي نفس الوقت عايز تعمل فلوس محترمه، ركز معايا بقى في الشغلانه دي. وانا طبعا هنا مش بتكلم على عامل عادي هتشيل مونه ورمل وزلط، لا، ومطلوبه جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، لان كان في كتير من الناس اللي جايه هجره غير شرعيه كانت بتشتغل في الشغلانه دي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي ان ترامب بيحاول يحارب موضوع الهجره الغير شرعيه، فالناس دي لما بتترحل او تستخبى عشان تشتغل شغلانات تانية مش متشافة، فبتلاقي سوق العمل محتاج ناس تانية. فلو انت واحد معاك ورق وعندك الحرفة دي، انت اكيد مطلوب جدا.
زائد ان امريكا طول الوقت عماله تبني. انت عندك اراضي فاضيه كتير، احنا قاره كبيره هنا وفيها اراضي كتيره جدا. فاي حد عنده حرفه في مجال البنى ده بيدوروا عليه بشمعة. يعني البيوت الجديدة اللي بتتبني محتاجة عمال كهرباء علشان يقدروا يمدوا الأسلاك ويعملوا وصلات ويعملوا كل الكلام ده. شغل السباكة مهم جدا جدا جدا، سواء في المباني الجديدة أو حتى في الصيانة بعد كده. الراجل النجار، احنا البيوت كلها هنا معمولة من الخشب، فشغل النجارة كتير. فانت عشان تبني بيت انت محتاج نجار شاطر جدا. الناس اللي بتركب الحوائط والأرضيات والحاجات دي، الفنيين بتوع التكييف اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. هي منظومة كاملة عشان خاطر تعرف تبني حاجة أو تعملها صيانة بعد كده. فكل دي حرف محتاجة مهارة وتدريب، بس مش محتاجة أي شهادة جامعية. طب المرتبات بقى بتاعتها قد إيه؟ لو أنت شغال في شركة مقاولات ممكن تعمل لك مثلا من $22 وأكتر في الساعة الواحدة. السباك وكده ممكن يعملوا 70 و80 ألف دولار في السنة. ولو قررت برضو أن أنت تفتح شركتك الخاصة ممكن تعمل لك 100 ألف وأكتر. طب إزاي أبتدي أشتغل الشغلانة دي؟ أنت ممكن تبقى هيلبر في الأول، راجل بتساعد الراجل الفني الشاطر اللي عنده خبرة بقاله سنين، بتساعده وفي نفس الوقت بتتعلم منه. غير كده عندك النقابات اللي بتعمل لك تدريب مهني للشغلانات دي بتكون فرصة حلوة قوي عشان تتمرن تحت ايد ناس مهرة. لان خد بالك برضو لو انت جاي من مصر، شغل الكهرباء والنجارة وكده مختلف شوية عن هنا. لو انت درسه في مصر هيبقى سهل عليك ان انت تستوعب التغير ده. طريقة البناء بتاعت البيوت مختلفة تماما، المعدات والحاجات اللي بيستخدموها كلها حاجات جديدة، لكن الطلب عليها كبير جدا جدا جدا. فلو عندك ميول عن الشغل اليدوي ده ومعاك شوية دراسة مع شوية تدريب، انت هتعدي وهتبقى احسن من اي حد. دور واتفرج على فيديوهات تانية على اليوتيوب من اجانب، ناس بتشتغل الشغلانة دي، واعرف بقى تفاصيل الشغل ده وشوف هتبقى حاببها وتعملها ولا لا. لو مش حاببها لسه معانا شغلانتين تانيين. طيب الشغلانة بعد كده هي التراك درايفر او السائق بتاع الشاحنة، عربية كبيرة، النقل الكبيرة دي بقى للناس اللي بتعشق الحرية والسواقة والمسافات الطويلة، بياخدوا مرتبات عظمة. يعني ليه هي شغلانة مهمة؟ لأن السواق بتاع التراك ده هو شريان حياة الاقتصاد في أمريكا. كل البضائع اللي انت بتشوفها في المحلات دي بتتنقل بشاحنات مش بالطيارة. فشغلانتك ان انت توصل الحاجات دي من المصانع أو من المينا أو المخازن للأماكن اللي هيتم فيها البيع، زي بقى وولمارت مثلا. توصل أكل، توصل ملابس، توصل مواد بنا، توصل مواد خطرة، يعني في كل حاجة. مرتباتها ممكن تبتدي من 50 ألف في السنة، وبعد كده بتوصل ل90 و100 ألف على حسب الخبرة بتاعتك. ممكن تشتغل في شركة وممكن بعد كده مع الوقت يبقى عندك التراك بتاعتك، وبدل ما بتعمل 100 هتعمل 200 في السنة. من مميزاتها برضو ان هي مش محتاجة اي شهادة جامعية، هي رخصة بس بتطلعها اللي هي CDL، الكوميرشال درايفرز لايسنس. بس عشان تاخدها لازم يبقى سنك فوق ال21 سنة، ده عشان تسوق ما بين ولايات أمريكا. ودايما يبقى السجل بتاع القيادة بتاعك يكون نظيف مفيهوش مشاكل. هتحتاج تروح مدرسة لتعليم قيادة الشاحنات، هتتكلف لك شوية فلوس بس اعتبره ان ده استثمار. بمجرد ان انت اتعلمت هناك وبقى معاك شهادة، المدارس دي بتساعدك ان انت تلاقي شغل في البداية. في حاجات بتبقى لوكال توصل من هنا لهنا وعلى اخر النهار بتروح بيتك، لكن في حاجات تانية بتبقى بتوصل ما بين ولاية وولاية، ممكن تقعد لك ايام واسابيع في الطريق. عيبها ان انت هتبقى بعيد عن بيتك فترة طويلة وبالذات لو متجوز. لكن من ضمن مزاياها غير الفلوس ان انت هتكتشف امريكا كلها. انت بتمشي من الشرق للغرب، تتفرج على كل الولايات، الحتت اللي فيها بحر والحتت اللي فيها جبال، المزارع والخضرة. بتكتشف امريكا بشكل كبير قوي. ولما تكتشف البلد ممكن تقول ده المكان ده حلو، انا ممكن اعيش في المكان ده. لان انت في حاجات لو ما شفتهاش بعينيك ممكن ما تحبهاش قوي. وطبعا وانت في التراك دي عندك في الكابينة مكان بتنام فيه، حتة كده هتنام فيها، ويبقى عندك ركن كده تعمل فيه اكل ولا تعمل فيه حاجة تشربها، والدنيا بتعدي. ففي كتير قوي من العرب اشتغلوا الشغلانة دي وغيرت لهم حياتهم تماما. بدل ما كان موظف في شركة بقى دلوقتي صاحب بيزنس، وبدل ما كان عنده تراك واحدة دلوقتي عنده اسطول عربيات. كل ده مش هيحصل غير بشوية تعب وان انت تفهم الدنيا ماشية ازاي. فهتلاقي نفسك بتوصل لحاجات انت ما كنتش متخيل ان انت ممكن توصلها في يوم من الايام. وشغلانات يعني لا انت شغال دكتور ولا شغال مهندس، لكن قادر توصل لدخل كبير. غير ان السواقة في امريكا اسهل بكتير جدا، كل واحد ماشي في اللين بتاعه. فانت مش هتلاقي بقى حد يرمي عليك ولا الكلام ده، لا كل واحد ملتزم بالحارة بتاعته، فانت بتبقى مستريح وانت سايق. غير ان انت هتتدرب ازاي تعمل الموضوع ده. الوظيفة بقى الخامسة والاخيرة واللي انا كنت عايز اكلمكم عليها من الاول هي المورجج لون اوفيسر. دي شغلانة اللي انا اشتغلتها في فترة البانديميك ايام الكوفيد وكده. بعد ما انا اشتغلت في الانشورنس 17 سنة ما بين شغلي في مصر وما بين شغلي في امريكا، خلاص جبت سقفها وتعلمت كل حاجة، مش محتاج حاجة تانية. قلت بقى انا نفسي اتعلم شغلانة تانية ويكون الكوميشن بتاعها عالي، ما يكونش قليل زي الانشورنس. فكان ليا صديق لبناني مرة كنا بنتكلم مع بعض وقال لي انا بفكر ان انا ادرس اللايسنس دي واشتغل مورجج لون اوفيسر. قال لي بيعملوا فلوس حلوة جدا. قلت له انا فعلا سمعت عن الموضوع ده
بس ما عنديش اي تفاصيل عنها. فابتدى يحكي لي بقى ان انت لازم تخش مدرسه حاجه اونلاين كده بتاخدها، تذاكر كورس عدد ساعات معينه حسب الولايه بتاعتك، وبعد ما تعدي الكورس بتبقى مؤهل ان انت تروح لامتحان بتاع الستيت. ودي اصعب حاجه في الموضوع، يعني اللي عمل اي امتحان تبع الستيت في لايسنس معينه سواء الانشورنس او المورجج هو فاهم اللي انا بقوله. دي اصعب نقطه في الرحله دي كلها. فجبت الكورس وذاكرته من البيت وحجزت بقى الامتحان بتاع الستيت ده. دخلت اول مره وما نجحتش لان هو امتحان صعب جدا ومحتاج مذاكره. خد بالك انا بذاكر وانا بشتغل شغلانه تانية، فالموضوع بيبقى صعب. لكن شديت حيلي وركزت قوي لان انا كنت عايز فعلا اشتغل الشغلانه دي، ودخلت الامتحان التاني وجبت 85% ونجحت. وبعديها على طول اشتغلت في نفس الشركه اللي صاحبي ده شغال فيها، شركه لوكال مورجج كامباني اللي هي بتاعت رهن عقاري، يعني بندي قروض للناس علشان تشتري بيوت. قعدت فيها حبه وبعد كده جات لي فرصه حلوه قوي في شركه روكيت مورجج. روكيت مورجج دي واحده من احسن الشركات في المجال ده في امريكا، وكنت سعيد جدا جدا بالشغلانه، وكان فيها مزايا غير ان فلوسها كانت كويسه، كانت البينفيتس بتاعتها حلوه جدا كمان ما شفتهاش في اي شركه تانية. قعدت فيها فتره وبعد كده اشتغلت لوحدي، وبعد كده نقلت بقى في الشغل اللي انا فيه دلوقتي. انا حاليا مش بشتغل مورجج لون اوفيسر، بشتغل حاجه تانية، ودي في مره تانية بحكي لكم عليها. فمن القصه دي انت فهمت ان انا لازم اخد لايسنس عشان اشتغل الشغلانه دي، عشان اخش مدرسه اونلاين واذاكر الكورس ده. تقريبا كلفتني $350 $400 مش فاكر بالظبط، بس مش مبالغ كبيره يعني. فانت برضو دور اونلاين وشوف ايه ارخص حاجه او المكان الكويس اللي انت تحس ان انت هتتعلم فيه الموضوع بسهوله، وهيساعدك ان انت تاخد اللايسنس في وقت اسرع. طب ايه طبيعه الشغلانه؟ بيعمل ايه المورجج لون اوفيسر ده؟ يعني ده هو حلقة الوصل ما بين الراجل اللي بيشتري البيت وما بين الجهة اللي بتمول القرض سواء بنك او مورجج كامباني. فشغلك هو ان انت بتساعد العميل ان هو يلاقي افضل قرض مناسب له عشان يشتري بيت، تشرح له تفاصيل والشروط، تساعده ان هو يجهز كل الورق والمستندات المطلوبة، تفضل معاه خطوة بخطوة لغاية ما يستلم مفتاح بيته. فلو انت بتشتغل في شركة زي اللي انا كنت شغال فيها، احنا كل اللي بيحصل ان احنا بيجينا مكالمة تليفون، العميل هو اللي بيكلمك وبيقول لك انا ظروفي 1 2 3 4. انت عندك سيستم بقى بتخش تحط البيانات كلها وتشوف الدخل بتاعه قد ايه، وتشوف عليه كريدت كاردز قد ايه، والمديونيه قد ايه، ولو عنده اي بيرسونال لونز قد ايه، وتحسب حساباتك وتقول له انت ينفع تجيب بيت بالمبلغ ده لان على حسب الدخل بتاعك. ولو الراجل وافق، هو بعد كده بقى يروح للريلاتور او الريل استيت ايجنت اللي هو سمسار العقارات، ومعاه ورقه كده من الشركه اللي انا شغال فيها بتقول له ان انت ينفع تجيب المبلغ كذا، وهو ينزل بقى معاه يدور له على بيت في الحدود دي. لما بقى يرجع لك تاني ويقول لك خلاص استقرينا على انه بيت، بتبتدي بقى تكمل انت الاجراءات وكل حاجه لغايه ما يستلم البيت بتاعه. ده لو انت شغال في شركه تبع حد. لكن انت ممكن تبقى مورجج بروكر ويبقى عندك العملاء بتوعك انت ساعتها بقى بتاخد برسنتج او نسبه من قيمه البيت، تاخد 1% مثلا. لو البيت ب 400,000 انت بتاخد لك 4,000 على البيت الواحد، لو البيت بمليون انت بتاخد لك 10,000. فتخيل بقى انت ممكن تعمل كام كلوزنج في الشهر. لو علاقاتك حلوه وعامل ماركتنج كويس لنفسك هتعمل مبالغ رهيبه. لكن هتلاقي اللي مش ماشيه معاه قوي وبيقفل له بيتين في الشهر مثلا، ممكن يعملوا مثلا $8,000 فهي شغلانه ملهاش سقف. في شهور ممكن تضرب معاك قوي وتعمل ارقام فلكيه، وممكن شهر تاني يبقى مش حلو قوي. ده في حاله لو انت قررت ان انت تعمل شركه، فانت بتاخد الريسك بقى، شهر حلو وشهر مش حلو. ففي ناس كتير ما كانتش عايزين اتكلم في الموضوع ده، بس طبعا على مين يعني. اعرف الشغلانه دي ودي ودي ودي، افتح مداركك شويه. انا بحاول ان انا افتح لك عينك على حاجات انت ممكن ما تبقاش عارف، وانت بقى بتشوف الشغلانه دي والشغلانه دي والشغلانه دي وتشوف اللي يناسبك منها. واوعى تشتغل شغلانه انت مش بتحبها لمجرد ان هي فلوسها كويسه، لان صدقني هتفشل وهتيجي بعد كام شهر هتلاقي نفسك تقول ايه اللي انا عملته ده. بيتهيألي بقى ان انا استاهل لايك وتشجيع حلوه منكم على المجهود اللي انا بعمله هنا. ولو ما شفتش الجزء الاول هسيبه لك يعني. واشوفكم على خير. سلام.